حنشارك معكم اليوم ان شاء الله مكرونه بالزبادي ولكن بطريقه مختلفه. حنوريكم الخطوات نتاعها سهله وبسيطه. هذه طبعا المكرونه جهزتها، وهذا مفروم الدجاج نتاعي جهزته. ديري تفرمي الدجاج وديري له التوابل، تفرميه بالتوابل كيف ما تبي انت مع تومه، وبعدين ديري هيك كرات وتقليه. تمام. تنوري لكم خطوه خطوه بعدين نقيمه وفي نفس الزيت نتاعها نكمل الخطوات. نوريكم ان شاء الله باذن الله. طبعا الدجاج بعد لقليتها نحطها هيك على نطلعها نحطها على جهه. تمام. وفي نفس الطنجره ندير التقليه شويه دي طماطم حكه والتومه. طبعا اساسها التومه، تطفي بالتومه. التومه مجرد ما تطلع عليك الريحه، ريحه التومه يعني ما تخليهاش تنحرق، تديري ربع كشيك او نص كشيك طماطم حكه، شويه بزار، شويه فلفل اكحل، شويه ملح، شويه شويه، لان الكفته متاعك اللي هي متبله. تمام. نخليها تو بنردها فيها، بنردها فيها، نخليها شويه، بنصب عليها المكرونه متاعها، بعدين نصب عليها الكريمه هي نصبها عليها. مش بالضروري حتى الشركه، هي اي شركه تصبيها على الكريمه تخليها تطيب بها شويه وتحطي لها الجبنه وتجي لذيذه. بسم الله ما شاء الله. تنوريها لكم في رعايه الله. حطيت لها الكريمه نتاعها وصبت لها مكرونتها، خليها تتسبك هيك شويه مع بعضها ربع ساعة 10 دقايق. يعني نعرفها ان ما نبيش نخلي ما فيهاش صوص بكل. شفتوا هنا كيف ان فيها الكريمة، ما نبيش نخلي ان ما فيهاش صوص بكل. خليها هيك شوية مع بعضها تغلي وبعدين نديرها جبنتها ونطفي عليها. ونقدر نديرها حتى الصوص الاحمر. ها يعني في عندي ناس ما تاكلش في الصوص الابيض، درتها بالصوص الاحمر. ها تقدر تديرها باي طريقة. قسما بالله بدنا وصلنا. بسم الله ما شاء الله. والدجاج اصلا هو اللي قليتها الكرات نتاع الدجاج، ومش حتاخد وقت في التطيب، ان الدجاج تعرفوه في سهل طيابه. خلاص شويه وبنديرها جبنتها وخلاص. تو حطيت لها الجبنه، معرفش تبان ولا لا البخار. اهيها حطيت الجبنه هيك شويه خلاص، ها تتسبك معاها الجبنه غير تسيح شويه. وحطي وقولي بالهني مش في. هذا الشكل النهائي. بسم الله ما شاء الله. البنا ما نحكي لكمش قسما بالله. بسم الله ما شاء الله. نودكم ولا نشهيكم. ها طبعا مش بالضروري تجيب المكرونه هذه، راه على فكره يعني اي مكرونه، بس انا الصغار يحبوا المكرونه هي هذا، علاش انا قلت لهم هي اي نوع مكرونه تجيبها لذيذه. بسم الله ما شاء الله. جربوها وقولوا لي سهله وبسيطه ولذيذه سريعه التحضير. وهذه اللي بالصوص الاحمر. ها في رعاية الله.